اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. جايه لكم النهاردة وجايبه لكم قصة قوية، قصة حقيقية من القصص اللي انتوا بتحبوها، بقلم الكاتبة الرائعة صابرين علاء اللي دايما قصصها بتعجبكم. قصتنا أحداثها ممتعة جدا وفوق الخيال ومليانة بالمفاجآت، علشان كده تابعوا معانا القصة للآخر، صدقوني مش هتندموا أبدا. ويا ريت كمان تكتبوا لنا آرائكم في التعليقات، آرائكم طبعا بتفيدنا وبنقراها تعليق وبنرد عليها كلها. وقبل ما أبدأ أتمنى منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. في ليلة باردة المطر كان شديد قوي، كل البيوت والأبواب كانت مقفولة ما عدا بيت بسيط كانت عايشة فيه أم مع بناتها التلاتة واسمها سمية. سمية كان عمرها 35 سنة وكانت حامل في الشهر التاسع. حمت بناتها التلاتة واستعدت تنيمهم. بنتها الكبيرة كان اسمها فرح، عمرها كان 10 سنين، أما نسمة كانت 8. جوري بقى الصغيرة كانت 4. كلهم كانوا على سرير واحد. سمية بصت لبناتها، يلا يا بنات الجو برد أول مطرة شغالة بره، أنا عايزاكم كده تكمشوا تحت البطانية، خلينا أخدكم في حضن ودفيكم، يلا يا حبايب علشان ننيمكم. وأخدت بناتها التلاتة في حضنها وابتدت تغني لهم وتحكي لهم حواديت، والبنات كانوا مبسوطين قوي. لكن فجأة تليفونها رن، شالت الغطا وراحت بسرعة على الأوضة التانية. كان جوزها مرع اللي عمره 40 سنة هو اللي بيتصل بيها، وكان بيشتغل في ورشة بلاط في قرية تاني خالص، وطبعا كان بيبات بره كتير. ردت عليه سمية بلهفة، أيوة يا مرعي، ازيك يا اخويا، طمنا عليك، عامل ايه؟ طمنيني انتي، ولدت ولا لسه يا سمية؟ لسه يا اخويا. طب قوليلي الدكتورة قالتلك هتولدي امتى؟ بقالك كتير قوي، انا حاسبلك انت كده تقريبا خلصت الشهر التاسع، هو انت هتدخلي في العاشر ولا ايه؟ يا اخويا كل بأمر ربنا، لما ربنا يأذن هولد. تحب انادلك البنات تطمن عليهم؟ لا سيبوهم نايمين، لما تيجي تولدي تكلميني وتقولي لي جبت ايه، ويا ويلك لو جبت لي بنت رابعه هدفنك انت وهي بالحياه. سمية حطت ايدها على قلبها، يا رب استرها يا رب وما يكونش اللي في بطن بنت. وفجأة حست بألم الولادة. طبعا كانت قفلت مع جوزها، راحت قعدت على جنب وحست ان هي وحيدة وضعيفة، ما كانتش عارفة تعمل ايه ولا تتصرف ازاي. في الوقت ده قفلت عليها باب أوضة نومها وراحت نامت على السرير بصعوبة، وخدت المخدة وقعدت تعض فيها وتكتم وجعها جواها لغاية ما ولدت لوحدها. ما استنتش لما تاخد نفسها من الولادة اللي كانت صعبة قوي. قامت وشافت البيبي واتصدمت لما لقيتها بنت. حطت ايدها على دماغها، يا مرعي، هعمل ايه دلوقتي؟ هيدفننا انا وهي بالحياة زي ما هو قال، ده مستحلف لي لو جبتله البنت الرابعة هيدفننا انا وهي. يا مراري، اعمل ايه بس يا ربي، اتصرف ازاي؟ قامت وجابت مقص وقربت من البنت وهي خايفة ومرعوبة، وبدأت تجهزها وتشيل منها الخلاص. أما في بيت تاني، بيت متوسط الحال بس في القاهرة، كانت عايشة فيه شرهان، ودي بقى تبقى أخت سمية وعمرها 30 سنة. حمت بنتها الكبيرة صفا اللي كان عمرها 7 سنين، وقعدت في الريسبشن واستربعت وحطت الفوطة على رجليها. يلا يا بنت يا صفا، انت يا زفتة الطين، اخلاص يلا وتعالى مسرح لك شعرك المقرف ده، ما هو بياخد معايا وقت، ابوك زمانه راجع من الشغل. جت صفا بخوف وادت المشط لمامتها، ما بلاش تسرحي لي يا ماما، انا عايزه اتعلم اسرح لنفسي، انت ما بتسرحي لي بتفضلي تشد في شعري وبتقعدي تقرصي فيا. نعم يا اختي، على رأي المثل القوالب نامت والانصاص قامت، يا بنت ترزعي خلينا خلصلك، يلا لسه قدام اخوك يا حميد. صفا برضو كانت خايفة ومتسمرة مكانها، نهارك مش فايت، يلا يا بنت اقعدي. وشدتها وقعدتها قدامها غصب عنها، وابتدت شرهان تسرح شعرها وتقلب في قنوات التلفزيون. بنتها كانت بتتوجع لأن أمها كانت بتشد في شعرها جامد. يا ماما أنا شعري بوجعني، حرام عليكي ما تسرحليش كده. ومالت برقبتها غصب عنها. شرهان اديتها بوكس في ظهرها، يا بنت ما تتعدلي خلينا خلصلك، هو أنا يعني كنت بعذبك؟
وفجأة دخل من باب الشقة جوزها شريف اللي كان عمره 35 سنة وبيشتغل مهندس برمجة. ولما شافها بتتعامل مع البنت بمنتهى القسوة استاء جدا. ايه ده؟ هي يا شرهان ما بالراحة شوية على البنت. واحدة البنت لسه صغيرة، حرام عليكي. الحقني يا بابا، انا شعري بيوجعني قوي. خلاص كفاية كده، مش لازم تكملي لها تسريح. سيبيها كده يا ستي. اسيبها كده ازاي يا استاذ؟ واصحى الصبح الاقي شعرها كده منكوش؟ ممكن تنقطنا بوسكاتك وتقعد ساكت انت خالص. اسكت ازاي بس؟ بنتك بتتوجع قدامك، هو انت بتحسبيها مش بتسرحي لها شعرها؟ يا حبيبه، هو اللي انا عملته ده حاجه ولا يجي حتى نقطه في بحر من اللي كانت امي بتعمله فيا؟ اسكت يا شريف اسكت، ده احنا اتربينا على المرار يا اخويا، وعلشان كده طالعه نصحى ومحدش يقدر يغلبني. تحب اجهز لك العشاء ولا تستنى لما حمل واد يوسف الاول؟ لا يا ستي، حم يوسف الاول علشان هاخد شاور قبل ما اكل. طيب يا اخويا. وبعد كده جهزت الحمام لابنها وابتدت تنادي عليه: يا يوسف، انت يا زفت اللي اسمك يوسف، يلا يا واد خلص عايزه انام. لكن ابنها ما كانش بيرد. شرهان راحت الأوضة تنادى عليه، لقت الولد في سابع نومة. قررت تصحيه غصب عنه وبطريقتها الخاصة، فجزدت على اسنانها: يا جزمة، نايم على الملاية بالهدوم اللي مش نظيفة؟ بتلعب بها طول النهار، تاني لازم اطين عيشتك. وجابت ازازة مية متلجة من الديب فريزر مع اننا كنا في الشتاء وصبتها على الولد في عز نومه. يوسف قام مخضوض وكان بيترعش، لكن شرهان بدل ما تاخده في حضنها قالت له بكل برود: يا سلام يا اخويا، اتخضيت قوي؟ قوم يا واد، قامت قيامتك، قوم علشان تاخد دش. ازاي نايم بهدومك المعفنه كده؟ واخدت الولد على الحمام وحمته. الولد كان في حاله توهان، كان ساكت خالص ومعيطش وما كانلوش اي رد فعل. شرهان فكرت ان خايف منها وبيعمل لها احترام، ما تعرفش المصيبه اللي عملتها في ابنها. اما في البلد عند سميه، بعد ما خلصت البنت وربطت كل حاجه، لفت البنت في بطانيه، وفي عز الليل والمطر شغال خرجت من بيتها بعد ما لبست تقيل، مع انها كانت لسه تعبانه بسبب الولاده. فضلت ماشيه في الطريق من كتر التعب، اوقات كتيره كانت بتقع على الارض، لكن كانت بتيجي على نفسها وتقوم تاني لغايه ما وصلت لمكان مقطوع قرب المقابر. الارض بتاعته كانت رمله، وراحت قعدت في وسط الرمله وبدات تحفر، وحطت المولوده وحطتها في وسط الرمله، وبعد كده حطت على وشها رمل، ردمت عليها، قعدت تبكي من قلبها: حقك عليا يا بنتي، ارجوك سامحيني، انا اسفه والله العظيم، ده غصب عني ان اعمل معاكي كده. ما انت كنت هتشوفي عذاب كبير قوي من ابوكي، انت مالكيش ذنب تعيشي عيشه زي كده، كفايه اخواتك البنات واللي بيشوفوه. ابوك عمره ما هيحبك ابدا، وعمره ما هيبقى حنين عليكي. فضلت تبكي في عز الضلمه وعز المطر، كانت بتسمع الرعد بودانها وكأنه كان بيحذرها، لكن ما فهمتش. بعد ما دفنت البنت قامت ومشيت، وكأن حد خلع قلبها ودفنه مع بنتها. فضلت ماشية شوية وتقوم وتقع لغاية ما وصلت قدام البيت. عند باب البيت ما قدرتش حتى ان هي تدخل، وقعت قدام الباب. جارتها هانم كانت واقفة في الشباك مستنية جوزها، وكانت عمالة بتكلم نفسها: يا ترى اتأخرت كده ليه يا حازم؟ ربنا يرجعك بالسلامة، الجو برد قوي. فجأة شافت سمية وهي بتقع قدام الباب، لبست بسرعة هدوم تقيلة وقربت من سمية: مالك يا سمية؟ يا اختي ايه اللي حصلك؟ الحقيني يا هانم، انا بموت. انت شكلك والدة ولا ايه؟ ولدتي فين بقى؟ وايه اللي حصل معاكي؟ وفين العيل اللي ولدتيه؟ تعالي اما ادخلك من البرد ده، بعد كده اشوف لك تاكسي واخدك على اقرب مستشفى. وقعدتها جوه في الدفا، وجريت بسرعه واتصلت بتاكسي واخدتها على اقرب مستشفى. وطبعا هناك سالوها هي ولدت فين وفين البيبي وايه اللي حصل معاها، لكن سميه كانت في حاله رهيبه من الصمت. من فضلك يا دكتور، انا جارتي تعبانه، ارجوك انقذها. هو ايه اللي حصل معايا يا مدام؟ مفيش، هي بس لما جالها وجع الولاده خوفنا نخرجها في البرد والمطر فولدت في البيت، بس بعد الولاده شكلها تعبان قوي، ارجوك يا دكتور طمنا عليها. الدكتور كشف عليها وفتح عينيها
وقاس درجة الحرارة. حرارتها عالية قوي، الظاهر كده ان جالها حمى نفاس، لازم تتحجز في المستشفى. بس هو فين البيبي علشان نكشف عليه؟ المفروض نطمن عليه. العيل كويس ما تقلقش، هو دلوقتي في البيت مع جدته، احنا جبنا له دكتور اطفال وكشف عليه وبيقول كويس. شوف انت بس الام لازمها ايه. والدكتور امر بحجز سمية في المستشفى. اما في البيت جوزها اتصل وفرح بنتهم الكبيرة هي اللي ردت: ايوه يا بابا، انت وحشتنا قوي، ما تشوفيش وحش يا اختي. امك فين يا بنتي يا فرح؟ وليه ما بتردش عليا الولية دي؟ ماما تعبانة وفي المستشفى، الدكتور حجزها هناك وطنط هانم معاها. يعني ولدت ولا لسه؟ انا مش فاهم برضو. مش عارفة يا بابا، انا ما روحتش شفتها. طيب معاك رقم اللي اسمها هانم دي؟ ايوه يا بابا معايا رقمها، هجيب له لك دلوقتي من تليفون ماما. والبنت جابت تليفون مامتها وبدأت تملي باباها الرقم. وبعد شوية اتصل بهانم: ايوه يا هانم، ازيك عاملة ايه؟ كويسة يا اخويا الحمد لله، انت اللي اخبارك ايه؟ انا كويس. مراتي ولدت ولا لسه؟ وطمنيني جابت ايه؟ هانم كانت في المستشفى وقعدت على جنب وارتبكت قوي، وقالت لنفسها: اقول له ايه بس؟ لو قلت له ولدت هقول له ولدت ايه؟ وفين العيل اللي خلفته؟ مش عارفة ايه اللي حصل ليلة امبارح. الو يا هانم، معاك يا اخويا، اصل الشبكة بتروح وتيجي، الشبكة هنا وحشة قوي. ما علينا، مراتي عملت ايه؟ طمنيني خلفت ايه؟ لسه ما خلفتش، ادعيلها تقوم بالسلامة يا رب. طيب خلي بالك منها بقى. وقفلت معاه ودخلت لسمية الأوضة. جوزك اتصل بيا يا سمية، ما عرفتش اقول له انت ولدت ولا لا. يا ترى ايه اللي حصل معاكي ليلة امبارح؟ وفين العيل؟ يا رب تقومي بالسلامة بقى وتجيب العواقب سليمة. تاني يوم فاقت سمية أخيرا ولقيت هانم جارتها جنبها. حمد لله على السلامة يا أختي، طمنين عليكي، عاملة ايه دلوقتي؟ بنتي يا سمية، أنا ازاي حطيتها تحت التراب ومشيت؟ أنا لازم أروح أجيبها دلوقتي. هانم ما كانتش فاهمة أي حاجة وراحت معاها ووصلوا عند المكان، واتصدمت لما لقيتها قعدت على الأرض وبدأت تحفر في الرمل، وخرجت البنت وأخدتها في حضنها. أنا أسفة، قومي يا حبيبتي علشان خاطري، ما توجعيش قلب عليك أكتر ما هو موجوع. وفضلت تحسس على البنت واتفاجئت باللي شافته. هانم بصت في البنت ولاحظت حاجة غريبة قوي. ايه ده؟ يا سبحان الله، ازاي ده حصل؟ أما في شقة شريف ومراته شريهان كان قاعد بيتغدى مع أولاده عادي، لكن فجأة لاحظ علامة بيضة في وش ابنه يوسف. ايه ده يا شريهان؟ ايه البقعة اللي في وش الولد دي؟ فين دي يا اخويا؟ انت بتتكلم على البقعة الصغيرة دي، ما تقلقش، تلاقي الواد ايديه طولت على المكياج بتاعي. شريف بص لابنه: يوسف، هو انت لعبت في مكياج ماما؟ الولد شاور لباباه بلأ. انا قلقان قوي، خلينا نكشف عليه، لا تكون بداية مرض جلد ولا حاجة، لازم نلحقه. شريهان ضحكت بسخرية: مرض جلد ايه بس؟ هما اصلا العيال بيعيوا يا اخويا، ده العيال الصغيرة بتبقى زي القرود، سيبك منه، هحط له اي مرهم او مضاد حيوي او حتى صن بلوك وهيبقى زي الفل. لكن جوزها ما كانش مقتنع بكلامها وسكت وفكر ان الموضوع بسيط، لكن برضه طريقة معاملة مراته مع الأولاد كانت دايما قلقاه. أما في المقابر، هانم لما اشترت البنت الصغيرة اتأكدت إن لسه فيها النبض وإن هي بتتنفس لكن بصعوبة. دي معجزة، البنت عايشة يا سمية، بس أنا دفنتها بإيديا دول، الحمد لله إن هي لسه كويسة، أنا فرحانة أوي يا هانم. سبحان الله، ياه، معقولة رضاعة زي كده تطلع كده من تحت التراب وهي عايشة بعد يومين تعيش 48 ساعة بدون حضانة أو رضاعة وتحت التراب؟ بنتك دي مش هتبقى عادية أبدا يا سمية، ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها يا حبيبتي. سمية فرحت من قلبها، الحمد لله إن هي عايشة، الحمد لله إن الروح لسه بتدب فيها. أنا هاخدها دلوقتي ومش هيهمني مرحي، بس لازم ناخدها المستشفى ونطمن عليها وننقذها. وأخدوا البنت وراحوا المستشفى وجري على الدكتور بسرعة: أرجوك يا دكتور انقذها، انقذ حياتها، أنا مش عايزة من الدنيا غير بنتي دي، خد من دم واديها، المهم إن بنتي تبقى كويسة.
الدكتور بصلها باستغراب. هي الطفلة دي اللي اتولدت من يومين وسألناك عليها؟ طب هي كانت فين؟ وايه التراب اللي على وشها ده؟ هو انتوا عملتوا ايه في البنت؟ مش مهم يا دكتور، المهم الوقت ان انت تنقذ حياتها. ارجوك يا دكتور خد البنت واعمله اللازم، البنت لسه فيها النفس. الدكتور اخدها على قسم الاطفال وفضلوا يشتغلوا عليها كام دكتور، وبعد كده حطوها في الحضانة كام ساعة، وبعد كده رجعت لحضن امها. خدي بنتك رضعيها. سبحان الله، البنت دي كانت بتودع لكن متمسكة بالحياة وعايزة تعيش. ألف حمد وألف شكر لك يا رب، الحمد لله اللي بنتي كويسة. وقعدت على جنبه ورضعتها وشبعتها، وبعدها بصت لها. يلا يا هانم، يلا خلينا نمشي. وبعد شوية رجعت على بيتها ودخلت على أوضة النوم، نامت على السرير وبنتها في حضنها. هانم كانت واقفة قدامها. انت ازاي عملت في بنتك كده يا سمية؟ ازاي جالك قلب تعملي كده؟ ما كانش قدامها حل تاني، انا عايشة كل يوم في رعب من ساعة ما حملت، من يوم ما حملت وانا خايفة. كل يوم جوزي يقولي لو خلفت بنت هدفنكم انتوا الاتنين مع بعض. حسيت بخوف كبير قوي لما لقيتها بنت، خفت عليها منه وخفت من الزمن اللي مش هيرحمها. طيب وحيد الله يا ست، ربنا اللي بيرزق، وجوزك بقى يا ست لو مش عاوز يصرف عليها او لو مش عاوز بنات هو اللي يمشي ويسيبكوا في حالكم. وشوية ولقوا الباب بيخبط. فرح بنتهم الكبيرة فتحت الباب ولقت قدامها مرعي. بابا جه، بابا جه. مرعي أول ما دخل ابتدى يدور على مراته زي المجنون. هي فين أمك؟ كل شوية تشتغلني وتقول لهانت. لا بقى كده كتير، أنا لازم أخدها على دكتور وولدها قيصري. هانم لما شافته استغربت الكلام اللي بيقوله، قالت لنفسها يا مرعي للدرجة ده عاوز تعرف ايه اللي في بطن مراتك؟ وابتسمت بكل برود. اهلا يا مرعي، حمد لله على السلامة. مرعي شاف العيل جنب مراته. الله يسلمك يا اختي. ايه يا سمية، لما انت ولدت ما اتصلتش بيا ليه؟ هانم اللي ردت عليه. ما تستهدى بالله بس يا اخويا، هتتصل بيك ازاي وهي تعبانة؟ وبعدين يعني ما هي ملهاش غيرك. بس هي كانت تعبانة ولسه خارجة من المستشفى وقربت من البنت واخدتها. المهم مراتك ولدت بالسلامة وجابت لك بنوتة زي القمر. خد يا اخويا اللي جابلك يخليلك. اتعصب قوي واخد البنت ورماها على السرير. بنت تاني؟ مش انا قلتلك من الاول ان اللي في بطنك ده لازم يبقى ولد؟ ايه يا اخويا لازم دي؟ هو ايه اللي لازم؟ ده رزق وبتاع ربنا، هو انت هتتدخل في علم ربنا كمان؟ ما ترضى يا مرع وتقول الحمد لله، ولا انت هتكفر يا اخويا؟ انت بتضحكي عليا يا سمية، بتضحكي عليا الشهور اللي فاتت دي كلها وتحشميني وتقول ان انت حامل في واد. وقرب منها وابتدى يديها بالاقلام، كان بيتعامل معاها بمنتهى الوحشية. هانم حاولت تحوش عنها لكن اتضربت هي كمان، وبسرعة فتحت الباب واستنجدت بالجيران. الحقونا يا ناس، مرعي ده اتجنن خالص، عامل زي الوحش المجنون، هيخلص على مراته وبناته، الحقونا يا خلق. والجيران اتجمعوا واتدخلوا وما كانوش قادرين عليه، اتصلوا بالبوليس وتم القبض عليه في نفس اللحظة. أما شيرهان في القاهرة عرفت باللي حصل لأختها سمية، وفورا سافرت لها في القطر وراحت على البلد علشان تطمن عليها وتواسيها، وقعدت معاها في الصلاة وطبطبت عليها. معلش يا حبيبتي شد حيلك، المثل بيقولك ضل راجل ولا ضل حيط، بس في حالتك ديت الحيطة هتكون أحن بكتير. أنا عرفت عنه حاجات صعبة أوي يا شيرهان، أنا عمري ما كنت أتخيلها. تخيل إن اتجوز قبل ستات كتيرة أوي وكان بيضربهم كلهم، ده في واحدة ولع فيها وفي العيال، ده طلع مجرم خطير والشرطة كانت بتدور عليه. أنا اتجوزته ومعرفش عنه حاجة، حتى اسمه مرعي ده ما طلعش اسمه الحقيقي. يا لهوي، خلاص سيبك منه، ما تبكيش بقى على اللي راح، ده كان على طول طفشان، واليومين اللي كان بيجي يقعدهم معاك في الشهر كان بيوريك فوق المرار. المهم سيبك بقى منه خالص، احمدي ربنا ان انت مخلفتيش منه ولد، وإلا كان هيكره نفسه لما يكبر. لكن البنات غلبهم مقدور عليهم، أنا عمري ما هاخد بناتي بذنب أبوهم، ربنا يقدرني وربهم كويس، خصوصا البنت الصغيرة دي، البنت دي هيبقى وشها وش الخير عليا، وربنا خلصني من مريع على وشها. وقامت سمية ودخلت جابت الرقاق والحليب وابتدت تعمل صينية جلاش. ربنا يتوب عليا ويكرمني
ببوتجاز احسن من البوتجاز الصغير ده. شرهان بصت لها وضحكت. بقولك صحيح، جارتنا ام محسن اتصلت بيا وقالت ان امك تعبانه قوي، هتروحي تشوفها ولا هتعملي ايه؟ ايوه يا شرهان، لازم نروح لامك ونطمن عليها. لا، انا مش عايزه اروح لها، انا حالفه ان انا ما ادخلش البيت بتاعها ده خالص الا يوم خرجتها. وفجاه دخلت عليهم هانم، لان البيوت في الارياف بتكون مفتوحه على بعضها. الحقي يا سميه، امك الناس بيقولوا تعيش انتي، وابوك يا اخت ضايع مش لاقيينه. شرهان بصت لها. مش لاقيينه ازاي؟ هو عيل صغير وتاه؟ سميه كانت واقفه زعلانه. لا حول ولا قوه الا بالله، ابوك بقاله فتره بينسى وبيفضل ماشي كده في الشوارع، ونقعد ندور عليه بالايام. وتدور عليه ليه بس يا سميه؟ اللي زي ابوكي ده اصلا يستاهل ان الواحد يسال عليه. يلا يا شرهان، خلينا نروح نحضر العزا بتاع امك ونجيب لها حد ونغسلها كده وندفنها، احنا بناتها برضو وهي ملهاش غيرنا. لا يا حبيبتي، انا مش هروح، ربنا يرحمها. وشرهان مرضتش تحضر العزا بتاع امها، كان قلبها قاسي قوي، على عكس سميه اللي راحت وعملت لها الدفن والعزا. وبعد كده هما الاتنين كانوا قاعدين في نص البيت بتاعهم القديم، وفضلوا هما الاتنين يبصوا على حيطان البيت ويفتكروا أسوأ أيام عاشوها في حياتهم. شرهان بصت لسمية والحزن مالي عينيها. فاكرة يا سمية؟ فاكرة لما أمك جابت لي الداية وعملت العملية إياها؟ أيوة فاكرة. هي ده حاجة تتنسي برضو؟ ده أمك عملتها فينا مرتين، مرة وإحنا 8 سنين والمرة التانية وإحنا 13. قال إيه؟ عشان نطلع مؤدبين لما نكبر. يا سمية، هو إحنا هنفتكر إيه ولا إيه من اللي عشناه في البيت ده؟ اللي حصل لنا هنا نقطة في بحر من العذاب اللي شفناه. أنا عمري ما هنسى أمك وهي بتشدني من شعري، والضرب والأهانة اللي كنت بشوفها. أنا ما كرهتش في حياتي قد أمك وأبوكي. أيوة أنا بكرههم، أنا شفت منهم كتير قوي، كانوا بيعاملونا بقسوة فظيعة. علشان كده إحنا لازم نعوض عيالنا وبناتنا، لازم نعاملهم كويس ونشبعهم حنية. اوعي يا شرهان تعامل عيالك وحش، اوعي تعملي زي مامك كانت بتعمل معاكي. بيتهيألك أنا مش عارفة أتعامل مع أولادي بحنية أبدا، فاقد الشيء لا يعطيه. المهم أنا هرجع على مصر لأني اتأخرت، وما قلتش لجوز إن أمي ماتت. يلا كده كده مش فارقة. طيب مش هتحضري العزا بتاع بالليل؟ وأبوك اللي ضايع ده مش هتيجي معايا ندور عليه؟ لأ يا أختي، إله ما تلاقوه، ده وجوده أصلا زي قلته. وشرهان سلمت على أختها ورجعت تاني على مصر، وأول ما وصلت بيتها وفتحت الباب لقت جوزها قاعد ومستنيها. لمؤاخذة يا شريف، حقك عليا، أصل وأنا بزور أختي جالنا خبر إن أمي ماتت. يلا الله يرحمها. مرضتش أقعد لبالليل عشان العزا، ولا حتى رضيت أبات، على الرغم من يعني إن أختي ظروفها صعبة وجوزها اتقبض عليه. أنا ما عنديش مشكلة إذا كنت بيتي مع أختك أو حضرت العزا، ده بر لأمك الله يرحمها، وده أصول وواجب برضه. أنا كمان كان ممكن أجيب الأولاد واجي. أنا مشكلتي دلوقتي في يوسف ابننا. ماله يوسف؟ إيه اللي حصل له الواد ده؟ شريف بصلها في عينيها. ابنك جاله البهاء يا مدام، وللأسف طلع من النوع اللي بينتشر في الجسم كله. يا أخويا ده كلام فاضي، الدكتور اللي قالك كده مش فاهم حاجة. اللي حصل ليوسف بسبب معاملتك السيئة ليه، وإنك دايما بتخضيه ومتعصبة معاه. الولد نفسيته باظت، حتى بنتك كمان على طول بتعيط وبتخاف منك وبتعمل حمام على نفسها. يا أخويا هي كل حاجة هتجيبها فيا ولا إيه؟ إذا كان على المرض ده مقدور عليه، هاخده حميه كده في عيون موسى وأعمل له أي خلط وهيبقى زي الفل. سيبك من الدكاترة بتوعك دول. الدكتور قال إن ملوش علاج، يعني ابنك هيفضل شكله كده العمر كله. أنا راضي بقضاء ربنا، بس انت يا شرهان اللي لازم تتعالجي. انت مريضة نفسيا بسبب اللي شفتيه من أهلك وانت صغيرة. انت تقصد إيه؟ تقصد إن أنا مجنونة؟ اخص عليك يا شريف، بعد الحب اللي ما بيننا بتقول عليا واحدة مجنونة؟ أنا ما قلتش كده، والمرض النفسي بقى حاجة منتشرة زيها زي البرد والكحة، يعني ما فيهاش حاجة لو رحنا للدكتور ويعني صلح لك النقص اللي عندك ده. لازم تعترف إن انت مريضة. مفيش أم بتعامل ولادها بالطريقة دي إلا إذا كان عندها مشكلة نفسية، وأنا عارف إن المشكلة دي جايالك من أهلك علشان كانوا قاسيين عليكي وما كانوش حنينين معاكي أبدا. علشان خاطر وعلشان خاطر ولادنا انت لازم تتعالجي. بس
بطل الكلام العبيط اللي بتقوله ده. إياك تاني مرة تقول الكلام ده تاني. أنا بحب ولادي أكتر من روحي، وابني بقى أنا اللي هعالجه. خليك انت بس يا اخويا في الهندسة والشغل بتاعك وملكش دعوة بينا. ومن بعدها ابتدت شيرهان تلف بابنها علشان تحاول تعالجه بطريقتها. ومرت الأيام ويوسف المرض فعلا ابتدى ينتشر في كل جسمه وفي شعره وفي وشه، وابوه كان زعلان علشانه قوي. وفي يوم شيرهان قررت تسافر عيون موسى وتاخد ابنها يستحمى هناك وتجيب له دهانات وكريمات طبيعية. في يوم السفر راحت سمية عند جارتها هانم ومعاها بنتها فريدة الصغيرة اللي في الوقت ده عمرها 6 شهور، يا دوبك كانت لسه بتقعد. قعدت مع هانم. معلش يا هانم، أنا هروح مع أخت شيرهان علشان نشوف موضوع ابنها ده. أيوة يا حبيب، ابنها لسه صغير، يلا ربنا يشفيه ويعافيه. المهم أنا هسيب فريدة بنتي معاكي، أصلها بتحبك أوي يا هانم وواخدة عليكي. ماشي يا حبيبتي، سيبها معايا وما تقلقيش، هشيلها جوه عينيا. طيب ما تسيبي بقية البنات أحسن ما يتبهدلوا. لا ما تقلقيش، أنا هسيبهم مع جوز أختي. إن شاء الله السفرية دي تبقى سهلة وترجعوا بالسلامة، ويوسف ابن أختك ربنا يشفيه. يا رب يا هانم، عن إذنك يا حبيبتي. وسمية سابت بنتها الصغيرة مع هانم جارتها، كانت متعودة عليها وكانت دايما بتقعد على الأرض وتلعب. وأخدت شنطتها ومشيت. وبعد شوية رجع حازم جوز هانم على البيت، وهانم قعدت البنت الصغيرة على الكنبة وسطيهم. إيه يا حازم، بقالك يومين غايب عني ولا حس ولا خبر. هو أنت هتفضل لغاية إمتى تعمل معايا الحركات دي؟ أنت ليه بتعمل فيا كده؟ والله يا حبيبتي اللي يحب حد ما يتعبهوش ولا حتى يزعله، لكن انت كل يوم والتاني تتخانقي معايا وتعايرين ان انت مقعداني في بيتك وبتصرف عليا. مش قصدي والله يا حازم، انا بس كان نفسي ان انت تشتغل وتساعدني في المصاريف. اديك شايف الدنيا بقت غالية وايجار البيت يعني. والله انا كمان بدخل جمعيات علشان نفسي اعمل عملية ونخلف حتة عيل. هو انت فاكراني ما نفسيش في الخلفة؟ انا كمان انا طبعا نفسي نخلف، بس انت بتضغط عليا زيادة عن اللزوم. كل يوم والتاني تجيبي لي سيرة الشغل والقرف، بتجبريني اسيب البيت وامشي. طب قولي، انت كنت فين اليومين اللي فاتوا دول؟ يوه، رجعنا بقى للأسئلة اللي مش بتخلص. طب خلاص مش هسألك تاني عن حاجة، ادخل استريح عقبال ما جهز الغدا. وحازم عينيه جت على فريدة اللي كانت قاعدة على الكنبة. ايه اللي جاب البت دي هنا؟ مش دي برضو البت اللي ابوها مجرم واتقبض عليه؟ ما تقولش كده على البنت يا حازم، ما تاخدهاش بذنب ابوها. انا بحب البنت فريدة دي قوي، امها مسافرة على سينا هي وخالتها، فعلشان كده يعني جابتها هنا. حازم بص لمراته، يعني هم هيقعدوا قد ايه في السفرية دي؟ يعني يومين 3 كده بالكتير. ادعي بس من قلبك ان ربنا يجعل في مشوارهم ده الفايدة، والواد ابن شيرهان يخف ويبقى كويس ان شاء الله. بقولك ايه، ما تروحي تجيب لنا بكره كوارع، انا نفسي فيها قوي، نفسي اكلها كمان من ايديكي وتبقى مليانه صلصه. بس كده من عينيا الاتنين. انت تؤمر يا سيدي الناس، بس الجو اليومين حر وخاف على البنت. طيب خلي البنت هنا، انا هخليها معايا وهاخد بالي منها، لكن انت بقى اشتري الكوارع علشان تجهزها ونتغدى بها بكره. هانم ابتسمت بفرحه وبراءه لانها كانت بتحبه ومتحمله كل عيوبه، على عكسه كان دايما بيرجع البيت علشان ياكل وياخد فلوس ويتخانق معاه ويمشي. وتاني يوم صحيت هانم من بدري ولبست وراحت على الجزار علشان تحجز الكوارع اللي جوزها كان نفسه فيها. حازم فضل قاعد مع فريدة في الصالة وكان حاططها على الكنبة وكانت بتلعب. وفجأة باب الشقة خبط، فتح الباب واتصدم لما لقى ألفت، ودي بقى تبقى بنت عم هانم وعمرها 30 سنة ومطلقة وكانت ماشية مع حازم في الحرام. حازم أول ما شافها استغرب. هي اللي جابك هنا؟ ألفت بسرعة دخلت وقفلت الباب. وحشتني يا حازم، كان لازم أجي أشوفك. تشوفي إيه وزفت إيه؟ إحنا اتفقنا ما نتقابلش هنا خالص. ده هانم لو عرفت اللي ما بينا أنا وهي هنتطلق. وإيه يعني ما تطلقها؟ ما هي ما بتخلفش، وبعدين انت قاعد معاها علشان بتصرف عليك. يا ألفت اللي بتعملي ده غلط، امشي يلا من هنا. وفجأة ألفت طلعت سكينة من شنطتها. أنا تعبت يا حازم، هتفضل لغاية امتى؟ قسم نفسك نصين، شوية معايا وشوية معاها. اسمع،
أنا عايزاك ليا لوحدي، أنت لازم تطلقها النهاردة وتتجوزني. الله يخرب بيتك، إيه الجنان ده؟ طيب لو ما طلقتهاش؟ لو أنت ما طلقتهاش هخلص منك دلوقتي. في اللحظة دي فريدة كانت قاعدة وبصلهم ومبحلقة، على الرغم إن هي كانت 6 شهور، لكن البنت دي كانت غريبة قوي ونظراتها أغرب. يا ألفة تعقلي، عقل الاصطلاح يطول، بطل الهطل بتاعك ده. يعني انت مش موافق تتجوزني يا حازم ومش هتطلق اللي اسمها هانم؟ طيب لو ما بقتش ليا لوحدي بقى مش هسمح لك انك تبقى لغيري. واتهورت وعملت عملتها وسابته مرمى على الارض، والباب فضل مفتوح بعد ما جريت. وبعد شوية هانم رجعت من بره واتصدمت لما لقت الباب مفتوح. دخلت ولقت جوزها واقع على الارض. اتهورت ومسكت السكينة وفضلت تنادي: حازم، اصحى يا حازم، مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي وجع قلب عليك يا حبيبي يا حازم؟ وبعد شوية الجيران اتلموا على صوتها وبلغوا البوليس، واتقبض على هانم المسكينة، وخصوصا لما بصماتها كانت على السلاح. وطبعا دخلت السجن. كل الجيران كانوا زعلانين عشانها قوي. هانم كانت محبوبة من الكل، محدش كان مصدق ان هي ممكن تعمل كده ابدا. اصلها كانت بتحب جوزها على الرغم من كل الخلافات اللي كانت ما بينهم. ورجعت سمية من سينا لما الجيران اتصلوا بيها واخدت بنتها فريدة اللي شافت كل اللي حصل في بيت حازم. ومرت الايام وعدت 4 سنين، وسمية اعتمدت على نفسها واشتغلت خياطة علشان تقدر تربي بناتها، ونجحت. ومعظم ستات البلد كانوا بيروحوا لها، وده اصلا كان بسبب امانتها. وكمان كانت بتفكر ان هي تشتغل حاجات تانية جنب الخياطة. كانت بتفكر في مشروع كبير قوي علشان تأمن مستقبل بناتها، بس كان لازم تخطط له كويس. وجددت شقتها ومطبخها زي ما كانت بتحلم. وفي يوم قررت تعمل عيد ميلاد لبنتها فريدة اللي في الوقت ده كانت 4 سنين. وجهزت الشقة وزينتها وعملت تورتيه كبيرة قوي علشان تفرح كل بناتها اللي اتلموا حواليها وطفوا الشمع، وكانوا فرحانين قوي باختهم. فرح بنتها في الوقت ده بقت عمرها 14 سنة. بست اختها الصغيرة وقدمت لها هدية: كل سنة وانت طيبة يا فوفي، عقبال السنة الجاية انا جبتلك لعبة البطة اللي كان نفسك فيها علشان تركبيها كده وتقعدي تتنططي عليها. شكرا يا فرح. واخواتها كمان ادولها هدايا. اما سمية قعدت على ركبتها وقربت من فريدة وحضنتها. انا بقى عملتلك التورتاية دي، هقطعها دلوقتي واجيبلك اكبر حتة منها علشان تاكلها كلها يا فوفي. وسمية شالت التورتاية ودخلت المطبخ، وفريدة راحت وراها: انا بحبك يا ماما. على فكرة انا فاكرة لما انت حطيتيني في التراب وكنت سامعاك وانت بتعيطي، انا عشت عشان كنت عارفة ان انت بتحبيني وان انت هترجعي تاخديني تاني. سمية في الوقت ده اتصدمت، ازاي البنت تبقى فاكرة اللي حصل لها يوم ولادتها؟ ما كانتش مصدقة. قربت منها وشالتها وحطيتها قدامها على الترابيزة وبصت في عينيها: مين اللي حكالك عن الموضوع ده؟ مين اللي حكى عنه؟ ده مفيش اي حد في الدنيا يعرف عنه غير خالتك هانم وبس، ربنا يفك زنقتها. فريدة نزلت راسها لتحت: محدش حكالي حاجة، انا عرفت لوحدي. سمية فورا اخدت بنتها في حضنها: حقك عليا يا بنتي، اللي حصل ده كان غصب عني، الظروف كانت اقوى مني بكتير. الحمد لله اني فقت في الوقت المناسب، وان انتي يا حبيبتي عشتي. انت اكبر معجزة حصلت لي في حياتي كلها، ربنا يخليكي ليا يا ضنايا. وفجأة فرح دخلت: جرى ايه يا جماعة؟ هو انتوا هتفضلوا مقضينا حب ولا ايه؟ يلا ست ماما عايزين ناكل التورتايه ونتفرج على فيلم السهرة. اما انا بقى جبتلكم شوية افلام كرتون هتعجبكم قوي. حاضر يا حبيبتي، انا قطعت التورته اهو، يا دوب هعمل بقى شوية فشار، وجبت كمان حبة تسالي ونسهر النهاردة عشان الست فوفي. انا النهاردة ما عنديش شغل، حتى لو عندي هخصصه لكم انتوا بس مش عايزة حد يكركب الشقة. وبالفعل اتلموا كلهم وقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، وكان في مشهد للبطل وبيقع منه خاتم والسمكة بلعته. سمية في الوقت ده افتكرت الخاتم اللي ضاع منها من 2 سنين. تعرفوا يا بنات، انا كان عندي خاتم بفص ازرق بس للأسف ضاع مني، قلبت عليه الدنيا وكأنه فص ملح وداب. تلاقوا بقى السمكة دي كمان بلعته.
البنات قعدوا يضحكوا. اعمل ايه بس؟ ده انا دورت كتير قوي مش لاقياه. الخاتم ده دلوقتي يساوي فلوس قد كده، ما انتوا عارفين ان اسعار الذهب دلوقتي في العالي. البنات كانوا بيضحكوا، لكن فريدة بنتها قامت وراحت عند المرتبة وفتحت السوستة وجابت منها الخاتم وراحت ادته لمامتها. اتفضلي يا ماما، ده الخاتم بتاعك. سمية استغربت قوي. ايه ده؟ انت لقيتيه ازاي؟ لقيته في المرتبة يا ماما. لقيتيه ازاي بس يا حبيبتي؟ وبعدين ايه اللي حطه في المرتبة اصلا؟ في الوقت ده بنتها نسمة اللي عمرها 10 سنين افتكرت ان هي من سنتين كانت شافت المشهد ده في مسلسل وحطت الخاتم في المرتبة. يا ماما، ده انا اللي حطيت الخاتم ده من سنتين ونسيت، كنت بقلد مشهد شفته. معقولة؟ طب انت عملتي كده قدام فريدة اختك؟ مش فاكرة يا ماما، بس هي وقتها كانت سنتين وبس. معقولة هتفتكر من وقتها لدلوقتي؟ هنا سمية حست ان دماغها هينفجر، ما كانتش قادرة تستوعب ازاي بنتها فاكر حاجة حصلت وهي سنها صغير كده. هي الطفل في السن ده ما بيكونش واعي ولا بيفكر ولا بيحفظ التفاصيل. تاني يوم راحت لدكتور وسألته. كانت فاكرة ان هي حاجة خطيرة، لكن الدكتور طمنها. ما تقلقيش يا مدام، بنتك الذاكرة عندها قوية، وخاصة ان الموضوع اللي انت حكيتلها عنه بتاع ان هي طلعت من تحت التراب ده، يعني تقدري تقولي كده ان الذاكرة العاطفية عندها قوية حبتين. اي حاجة بتحس بيها بتفضل فاكراها طول ما هي عايشة. سمية كانت فرحانة قوي، وفي نفس الوقت كانت خايفة على بنتها وما كانتش عايزة حد يعرف بالموضوع. وعدى سنتين كمان وكبرت فريدة وبقت 6 سنين. وفي يوم كانت قاعدة بتلعب بكراسة الرسم، وفجأة دخلت ألفت، ولما شافت فريدة ضحكت لها. ازيك يا فريدة؟ انت بقى الصغيرة؟ فريدة أول ما شافتها بصت لها وبحلقت فيها. افتكرت اللي عملته في حازم زمان لما عمر فريدة كان 6 شهور وبس. الله، مالك يا سكر بتبحلقي فيا كده ليه؟ يلا يا حبيبتي ناديلي ماما. فريدة قامت بسرعة وجريت على أمها اللي كانت قاعدة في الأوضة جوه وبتخيط بنطلون. الحقي يا ماما، الحقي. مالك يا ضنايا فيكي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك خايفة وبتترعشي كده؟ ألفت ابتدت تنادي. يا سمية، انت يا سمية، تعالي هنا يا حبيبتي انا عايزاكي. سمية استغربت الصوت وبصت لبنتها. أما عند شرهان فلبست لبس حلو جدا على غير العادة، وقفت قدام المراية وحطت في الميك اب ومسكت شنطتها الجديدة ونزلت على السوق. طول ما هي ماشية كانت بتسلم على الناس وبتضحك وبتهزر معاهم. في الشارع وقفت جارتها إنعام. ازيك يا إنعام، عاملة ايه يا حبيبتي؟ إنعام كان عمرها 40 سنة. أهلا يا أم يوسف، في خير ونعمة يا أختي. أنا قلتلك لما تيجي تعملي جمعية بقى قوليلي يا خالتي إنعام علشان أدخل معاكي. ينفع كده تبدأها الشهر اللي فات واسمع من بره ومن الجيران إن أنت قبضتيهم؟ معلش حقك عليا يا شرهان، أنا عملتها بسرعة وما دخلتش حد جديد، هما اللي بيدخلوا معايا كل مرة، أصل عملناها على غفلة. لك عندي أول ما الجمعية دي تخلص هدخلك الجمعية الجديدة. طيب أنا مش هتطفل عليكم أكتر من كده، سلام يا غالية. وسابتها ومشيت وراحت السوق وقعدت تشتري حاجات، وبرضه كانت بتضحك وتهزر في السوق مع البياعين. وبعد شوية وصلت على شقتها. لما دخلت على أوضة ولادها، يلا يا ولاد أنا جيت وجبت شوية مخروطة، قوم علشان نفطر مع بعض، يلا علشان ناكل لقمة وتناموا تاني. ولسه هتكمل كلامها حست إن لسانها عجز عن الكلام وما كانتش عارفة تقول ولا كلمة واحدة من المنظر اللي شافته. لقت عيالها الاتنين متوفيين. لطمت على خدودها. الحقوني يا ناس، الحقني يا شريف، يا حسرة قلب عليكم يا ولادي، يا وجع قلبي. اتلموا الجيران على صوت صراخها وشافوا اللي حصل. كلهم كانوا واقفين ومستغربين مين اللي عمل كده في الولاد دول. وبعد شوية جه شريف وشاف اللي حصل لولاده. كانت صدمة كبيرة قوي بالنسبة له، وبص لشرهان. ازاي العيال يحصل لهم كده وفي نص البيت؟ مين اللي عمل فيهم كده؟ رد عليا شرهان. معرفش، انا كنت في السوق ورجعت لقيتهم كده. يا حبايبي يا ولادي، يا حسرة قلب عليكم. وبعد شوية جه البوليس وابتدت التحقيقات. أثناء ما الضابط كان رايح وجاي في الشقة وبيحقق،
شاف حاجة غريبة قوي هتبقى خيط مهم في القضية. يا ترى ايه الحاجة الغريبة اللي شافها الضابط؟ ومين اللي عمل كده في ولاد شريهان؟ وايه مصلحته؟ وتفتكروا سمية بنتها هتكون في امان بعد الموهبة اللي عرفتها في بنتها؟ ويا ترى هانم ممكن تطلع براءة؟ والبنت لما شافت ألفت ليه خافت وترعبت كده؟ معقولة تكون فاكراها وتكون فاكرة الجريمة واللي حصل فيها مع إنها في الوقت ده كان عمرها 6 شهور؟ تفتكروا فريدة هتقدر تساعد هانم وتخرجها من السجن؟ مفاجآت كتيرة جدا مستنيانا الحلقة الجاية، علشان كده ياريت محدش يتأخر. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم بكرة على خير في الحلقة الأخيرة إن شاء الله.